بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للبي بي سي. دي إجابات حلقة نقطة حوار أو المنشورة طبعا على صفحة برنامج شارك برأيك من غير تاريخ، وده طبعا اللي أنا هتبعه من هنا ورايح. أجاوب على أسئلة الحلقة من غير ما أذكر التاريخ، على أساس إن الموضوع يكون ممتد، ممكن أي حد يتفرج عليه وليكن بعد سنة، بعد 2، بعد 10، مفيش مشاكل. في 4 أسئلة. السؤال الأولاني طبعا عنوان الحلقة نفسه اللي هو هل تهتم حكومتك أو مدى اهتمام حكومتك بالصحة النفسية في مجتمعك. تمام؟ السؤال الأولاني هل تهتم حكومة بلادك بعلاج المصابين بالاكتئاب؟ الإجابة مش قوي بصراحة. طبعا أنا من مصر وبتكلم عن بلدي أنا وعن مجتمعي، وده طبعا نوع من النقد البناء، يعني اتمنى ان المستقبل يحمل حاجات غير كده. عندنا في مصر المرض النفسي ينظر ليه اولا نظره سلبيه جدا جدا. المريض النفسي لا ينظر ليه على اساس ان هو مريض، ولكن ينظر ليه على اساس ان هو انسان مختل عقليا واشياء اخرى هفسرها في السؤال اللي بعده. الحكومات لم تبذل ادنى جهد لتغيير تلك النظره. أضف إلى ذلك إن المستشفيات الحكومية ما فيهاش أقسام للطب النفسي. بندخل المستشفيات الحكومية فيها أقسام لكل حاجة ما عدا الطب النفسي. العلاج النفسي عموما في المجتمع المصري قائم على الجهود الذاتية للأطباء النفسيين اللي هم بيقيموا لنفسهم أو بيفتتحوا لنفسهم عيادات نفسية، لكن كجهود حكومات، جهود وزارة الصحة، للأسف مفيش أدنى جهود تذكر في هذا الاتجاه. حتى المستشفيات المقامة لكده المستشفيين تقريبا يعني بيعالجوا كل المرضى النفسيين اللي موجودين في مصر، ودول طبعا ما يعملوش حاجة خالص. غير كده وكده إن مفيش أي حملات توعية للمرضى نفسهم، لأن في مرضى نفسيين كتير سواء بالاكتئاب أو غيره. مفيش أي حملات توعية سواء من خلال الإعلام أو غيره لتوعيتهم ان هم مصابين نفسيا فعلا وان هم محتاجين للعلاج النفسي. فاهتمام حكومه بلادي انا في مصر سواء ما قبل الثوره او حتى ما بعد الثوره بعلاج المصابين بالاكتئاب خصوصا او بالامراض النفسيه عموما يكاد يكون صفري، او بلاش نقول تحت الصفر كمان. بالنسبه للسؤال الثاني هل يقدم مجتمعك دعما كافيا للمصابين بامراض نفسيه؟ الإجابة برضه للأسف لا. نظرة المجتمع عندنا في مصر بصفة خاصة وفي المجتمعات العربية بصفة عامة للأسف لا تزال نظرة بدائية، مش هنقول نظرة قاصرة، نظرة بدائية جدا جدا جدا. من كام سنة لو الناس تفتكر والمتابعين بالشأن المصري سواء جوه مصر أو بره مصر، الشاب اللي كان قطع بعربيته موكب الدكتور احمد فتحي سرور ايام ما كان هو لسه رئيس مجلس الشعب. وساعتها كان عقوبه الشاب ده مش انه هو مثلا احيل النيابه او كلام من ده، بالعكس النيابه نفسها صح، هو احيل النيابه بدل ما ان هي تحقق معاه او ان هي تحوله محاكمه ان كان في كده تهمه يعني، لا النيابه حولته لمستشفى الامراض العقليه. هي نفس النظرة اللي كانت موجودة في الأفلام القديمة اللي كانت بتنتج في الأربعينيات من القرن الماضي، ووصفها بعض الأطباء النفسيين يعني الحادثة دي بأنها عودة إلى الوراء. إن المريض النفسي بينظر ليه على أساس إن هو مش مريض نفسي، لا على أساس إن هو مختل عقليا، وإن هو إنسان لا يستحق الشفقة، وإن هو إنسان يعني لا يستحق الحياة من أساسه ولا يستحق العلاج، وان الحاله بتاعته مش مرض، لا ده هي اي شيء تاني غير المرض. نظره بدائيه تماما، وللاسف ما شفناش اي توعيه ليها ولا يزال الوضع على ما هو عليه. حتى اللي يشوف الافلام يعني اللي بتطلع، طبعا انا بحترم دور الفن في علاج امراض المجتمع، الفن الهادف طبعا. الافلام اللي بتطلع، التمثيليات اللي بتطلع وبتتكلم عن حاجه زي كده للاسف برضه بتظهر المرضى النفسيين عموما والمصابين بالاكتئاب خصوصا بنظره سلبيه جدا جدا، وبتظهر نظره المجتمع ليهم برضه بنفس النظره السلبيه.
بالنسبة للسؤال الثالث، هل تختلف أسباب الاكتئاب في المجتمعات العربية عما هي عليها في المجتمعات الغربية؟ بديهي طبعا، لأن طبعا في اختلافات فكرية ودينية وأنثروبولوجية واقتصادية وحاجات كتيرة جدا جدا بيننا احنا هنا كمجتمعات عربية وإسلامية وبين المجتمعات الغربية. يعني مثلا على سبيل المثال درجة التفكك الأسري عندهم أكتر من عندنا بكتير جدا جدا. احنا عندنا ما يزال الترابط الأسري عندنا قوي جدا جدا بالنسبة لهم، فده بيقلل كتير من حالات الاكتئاب. عندنا درجة التمسك بالأديان أو بالتدين عندنا أقوى من عندهم بكتير، ومعروف إن التدين بصفة عامة وممارسة الشعائر الدينية والاعتقاد في وجود قوة غيبية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى دي من أقوى الأسلحة ضد الاكتئاب سواء كوقاية أو كعلاج. إحنا غيرهم تماما، فأسباب الاكتئاب عندنا غير عندهم، دي كده نظرة عامة. أما الأسباب المشتركة ما بيننا وبينهم فاحنا برضه بنختلف عنهم. يعني مثلا في اسباب زي البطاله، زي حالات طلاق، زي حاجات زي كده احنا غيرهم. بمعنى ايه؟ في عندنا بطاله وفي عندهم بطاله، بس احنا عندنا تكافل اجتماعي. لا زالت مجتمعاتنا فيها التكافل الاجتماعي، فيها الخير اللي احنا بنقول عليه الخير، يعني ده مش عندهم، فاحنا نفترق عنهم جذريا في الاتجاه ده. احنا غيرهم. بالنسبه للسؤال الرابع، ما هي في رايك أسباب الاكتئاب والأمراض النفسية السائدة في مجتمعك؟ طبعا أنا هتكلم عن مجتمعي المصري، أنا مصري. أسباب الاكتئاب عندنا كتيرة، أولها الحكومات نفسها وممارسات الحكومات بصراحة. في إحصاءات كتيرة بتقول إن عدد المصابين بالاكتئاب في المجتمع المصري تقريبا نصف تعداد المجتمع المصري، ودي نسبة مهولة جدا جدا ومخيفة جدا جدا. يعني احنا مثلا وليكن عددنا 90 مليون واحد، هنقول ان الاطفال غير البالغين وليكن في حدود 15 مليون واحد، يعني اكتر من نص البالغين في الشعب المصري للاسف مصابين بالاكتئاب، ودي مشكله بصراحه. فده اول سبب. ممارسات الحكومات، الممارسات او السياسات الاقتصاديه، السياسات يعني في الاتجاه السياسي بتاع الحكومات، القرارات اللي بتاخدها في الشأن السياسي، دي من اسباب الاكتئاب، دي حاجه معروفه. الحكومات بتاعتنا تجيب يعني على حسب التعبير المصري الدارج، الحكومات بتاعتنا سواء ما قبل الثوره او ما بعد الثوره الوضع اتحسن قليلا. الحكومات على حسب التعبير المصري الدارج تجيب النقطه بمعنى اصح يعني، وده تعبير دارج عندنا في مصر. من ضمن الاسباب بتاعت الاكتئاب البطاله، فعلا في نسبه بطاله ودي بتسبب اكتئاب. من ضمن الاسباب الادمان، طبعا في جهود شغاله كويس جدا لعلاج الادمان من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لايه؟ لمكافحه المخدرات، بس للاسف في مخدرات كتير وفي ادمان كتير. في اسباب كتيره جدا جدا للاكتئاب تكاد تكون مشتركه ما بيننا وبين المجتمعات الغربيه، الا ان احنا كمجتمع مصري لينا خصوصياتنا، وعلى راسها ممارسات حكوماتنا اللي هي معروف عنها ان هي ما بتبذلش نفس الجهود اللي بتبذلها الحكومات الغربيه لراحه ورفاهيه شعوبها. وشكرا.